وسهلا فيكم فيديو جديد وحلقه جديده. انت وعم تشتغل وشغلك ماشي وعين الله عليك، واجي لعندك ابو شريك يقول لك لازم تطور شغلك، لازم تعمل شيء جديد، لازم تفكر برا الصندوق، وانت تقول لي لا ما لازم افكر برا الصندوق، خلاص انا شغلي ماشي وعين الله علي ومدخولي كثير منيح. وانا اقول لك لا، وانا اقول لك لا يا ابو شريك ما لازم تعمل هذا الشيء ابدا، لا تغلط خطأ. تعمل مثل شركه كودك يلي بسنه 1975 اجى شاب اسمه ستيف ساسون، عمل برزنتيشن مع المدراء التنفيذيين لشركه كودك، وشركه كودك كانت عملاق التصوير الفوتوغرافي بهذاك الوقت. والشاب راح لعندهم واقترح عليهم فكرة أو مشروع هو الكاميرا الرقمية الديجيتال كام، وكان ستيف مكرس كل وقته وكل مجهوده على هذا المشروع. كان شايف انه هي الكاميرا الرقمية بشوية تعديلات ممكن تعمل ثورة في عالم التصوير، يعني كاميرا ما بحاجة لا لفيلم ولا لتحميض صور، وكل ما تحمله كلمة اختراع من معنى، وكان هالشيء ثوري وعبقري وغير شكل التصوير بالعالم. الا ان المدراء في شركه كوداك حسوا انه يشتغلوا على الكاميرات هي ممكن ياثر على مبيعاتهم بالكاميرات الفوتوغرافيه اللي بفيلم اللي هن بينتجوها، فضلا على انه على حسب ما قال ستيف انه هذا المنتج بده من 15 ل 20 سنه لينتشر بالسوق. فكوداك حسب انه الاختراع هذا ما له اي تاثير، وانه الاساس هي الكاميرات الرقميه اللي بفيلم. الكاميرات الرقميه هي للهواة، يعني للي بيحبوا التصوير كثير، لكن حصل العكس تماما. ولكن مع الوقت صارت شركات التصوير الثانية مثل نيكون وكانون وفيوجي كام تاخذ حقوق تصنيع هي الكاميرات الرقمية من كوداك، لأن براءة الاختراع تسجلت باسمه، ويصنعوها ويتنافسوا بتقديمها للمستهلك. كوداك لسه ما كانت مقتنعة إنه الكاميرات الرقمية هي المستقبل. المستهلكين حيتركوا الكاميرات الرقمية للفيلم ويروحوا للكاميرات الديجيتال. مع الوقت بدأت شركة كوداك تخسر الماركت شير تبعها والشركات الثانية تبعدها عن المنافسة. حاولت كوداك انه تلحق حالها وتسوق اكثر للكاميرات الرقميه اللي صارت تنتجها، ولكن مع الاسف ما قدرت شيء، لانه الناس اوريدي صار عندها ثقه بالمنتجات اللي جربوها من كانون او فيوجي كام او نيكون. وضلت كوداك تتعرض لخسائر كبيره. لسنه 2012 اعلنت شركه كوداك افلاسها. الشركة اللي كانت بوقت من الأوقات مسيطرة على ثلثين السوق الفوتوغرافي العالمي، وكانت عائداتها أكثر من 16 مليار دولار، يعني كانت تتراوح قيمتها أكثر من حدود 30 مليار دولار. وكل هذا كان لأنه ما عرفت تفهم السوق تبعه وشو متطلباته وشو الشيء اللي راحت عليه وشو الشيء لازم نطوره. بس بدنا نحكي بالموضوع، ترى هو الموضوع كثير صعب، يعني احنا هلا عم نحكي من برا، شايفين من برا، شايفين عن بعد هذا الموضوع. إذا بدنا نقرب عن قريب، يعني في شغلات كثير آه، تتطور وبيخترعوها وما بيكون لها اي ضجه وما بتعمل اي شيء اصلا. نحن ما عم نلومهم، نحن عم نحكي انه فشل الشركه بانه تعرف شو الشيء اللي جاي وشو الشيء اللي راحت عليه ممكن يكلفها كثير وكثير كثير كمان. من الامثله اللي بترفض التكنولوجيا والتطور التكنولوجي مثل شركه نوكيا عملاق الفنلندي يلي بعدم تقبلها للاندرويد وان العالم عم يتغير، وعكس شركه ابل يلي اكتشفت جهاز الايفون اللي هو تاتش سكرين اللي عمل ثوره كبيره في عالم الهواتف الذكيه، ومثل شركه بلاك بيري اللي عدد هواتفها محدود، يعني مشان تكون متخصصه اكثر للناس اللي بتهمها الانتاجيه والعمليه. ولكن نوكيا كانت بطيئه جدا في حين تبنى منافسيها مثل شركه سامسونج واتش تي سي وسوني الاندرويد. بداوا يقدموا للناس تليفونات قد تكون متفوقه على نوكيا من حيث الاداء والسعر، فمن الطبيعي انه يخسروا الماركت شير تبعه. وبالنهايه ما في شركه ما بتحب تكبر، او ما في شركه ما بتحب تكبر مرابحها، ولكن شركات كثير ما بتحب تحاول اصلا. انه اهم اسباب النجاح للمستقبل هو فهمها لمستقبل السوق وميول الناس للاجدد والافضل والاسهل، مثل شركه كوداك ونوكيا، وتمسكها بالمنتج الحالي على حساب نجاح الشركه في المستقبل. عزيزي المشاهد، الفشل الحقيقي لما نخاف نجرب بمجالات جديده، او انه نطور بمجالنا الحالي بسبب الخوف من الفشل، في حين انه معظم الامثله الموجوده بتقول بانه يلي بيجرب فرصته اكبر بانه ينجح. بالنهايه انا بنصحك وبقول لك انت على طول جرب وعلى طول حاول ولا تيأس، واشترك بالقناه وعملنا لايك وعملنا شغلات.